معكم فاطمة الزهرة، والعمر ديالي 23 سنة. والقصة ديالي بدات نهار خويا الديوتي جاب لي صاحبه وطلب مني ندير معاه شي حوايج ما يبغيهم لا ربي ولا عبدو. المهم انا غادي نعاود لكم القصة ديالي وانتم انصحوني، راني تالفة ودايخة وما عارفة ما ندير. انا البنات كبرت وعشت في وسط عائلة اللي على قد الحال، ما عدناش. الاب ديالي من نهار حليتيني عليه هو مريض طريح الفراش، كان مسكين مريض بالسكر، وهداك السكر لعب عليه وقدر الله ما شاء فعل، وبطروا ليه الرجل وبقى طايح في الفراش. بالنسبة للخواتات، عندي 2 خواتات بنات صغر مني وانا هي الكبيرة فيهم. اما بالنسبة للخوت، عندي خويا واحد وهو البكري ديالنا، ومع كامل الاسف خويا طلع معنا خايب، لا في التعامل ديالو ولا في الطبع ولا في الترابي ديالو. هاد خويا من نهار بديت كنعرفو هو فيه دعوة الشر، ما مسوق حتى لشي حاجه. تصوروا البنات، الاب ديالي كان مريض وكان كيمشي كيخدم عند الناس وكيتكرفس على ودياتنا، وما عمر خويا ناض عاونو ولا تعاون معاه على دوير الزمان. بالعكس، كان كيبغي ياكلها غير بارده، ما كان كيتسوق حتى لشي حاجه. وبالفقايس ديالو الاب ديالي مردو شد الفراش. المهم خويا ما كانش كيتعاون مع الوالد. في الاول كان كيقرا، ولكن غير وصل لكطريام كان سقط وعاود. من بعدها كان دار واحد المشكل في المدرسه، ونادو جراو عليه من الاداره، قالوا ليه ما تصلحش لينا في هذه المدرسه. صافي خرج خويا من المدرسه وبقى عاطيها غير دعوه الشر. دائما الناس كيجيو يتبراو ليه، دائما الناس كيجيو يدقوا بابنا، ولدكم دار ولدكم فعل. امي مسكينه كان وجهها كيولي كحل ملي كيجيو الناس كيتبراو من خويا. عندها ولد واحد وكان فاكحه. اما حنا التعامل ديالو معنا في الدار بلا ما نعاود لكم عليه، محدو كيكبر وهو كيزيد يقبح معانا. كان كيضل هامل ويبات هامل، منين كيرجع للدار كيبقى كيضرب فينا وكيسقل لينا. انا الصراحه ما كنتش كنديها فيه، ونقولوا كنت كنصبر ليه وكنحط راسي. اما خواتاتي كان كينوض معاهم صباط، دائما صداع والمشاكل في الدار. المهم العلاقه ديالنا مع هاد خويا كانت خايبه، ورغم ذلك ما كناش كنتسوقوا ليه، كنا عايشين حياتنا وعايشين كل نهار بنهارو. ايوا غادي نبقاو بحال هكذا. حتى انا كنت دخلت المدرسه، قريت وتعلمت، ولكن ملي وصلت للسيزيام غادي كتب عليا المكتب وغادي نخرج من الدراسه ديالي. ما خرجتش حيت سقطت ولا ما كانتش عجباني القرايه، بالعكس كانت الامنيه ديالي نقرا ونتعلم ونتوظف وندير شي حاجه اللي ترجع ليا بالنفع. ولكن البنات، خرجت من الدراسه ديالي حيت تزيرنا، والحاله ديال الاب ديالي تزهورات، وكان ضروري خاصني نخرج باش نخدم ونجيب طريف ديال الخبز، وكذلك باش نجيب ليه الدواء والمصاريف ديال الطبيب. وراكم عارفين اضطريت نخرج من الدراسه ديالي. خرجت منها وانايا كنبكي، خرجت منها وانا الغصه في قلبي. صافي خرجت من المدرسه وبقيت كنقلب على خدمه. كنت عايفه راسي، كنت غير باغيه نخدم، ما كنتش كنختار. كنت كنقول فاش ما لقيت نخدم. اول خدمه خدمتها كنت خدمت عند واحد الكوافوره، كنت غير كنخمم ليها المحل وكنقابل ليها الكليان، حيت ما كان عندي لا دبلوم ولا والو. خدمت معها شهرين، ولكن كلاتني في رزقي. قالت لي ما كتعرفي انتي تخدمي حتى حاجه، انتي ما صالحه ليش لهاد المحل، من نهار دخلتي الكليان هربوا. قالت لي ما كتعرفيش حتى تتصرفي مع الكليانات ديالي. المهم كانت عطاتني واحد الثمن اللي قليل بزاف. انا ملي لقيت ديك الثمن ما مخرجنيش، ما دار ليا والو، اضطريت نخرج من عندها. كنت خرجت ومشيت خدمت في واحد المحلابه. هذيك المحلابه خدمت فيها يلا 15 يوم، ومن بعدها غادي نلقى واحد القهوه دخلت درت فيها ميناج. كنت كنغسل غير الماعن وكنظف الكوزينه. خدمت في ديك القهوه لمده ديال شهرين، من بعدها غادي نولي ندير سربايه. ما نكذبش عليكم، واخا ديك الخدمه جاتني بشي شكل وماشي بلاصتي، ولكن قلت ماشي مشكل. على وجه الاب ديالي غادي نضرب تماره ونخدم الحوايج اللي ما قداش عليهم غير باش نقدر نشري للوالد الدواء. خدمت سربايه، وفي ديك القهوه النيت غادي نتلاقى مع واحد ولد الحرام اللي هو غادي يكون صاحب خويا. هاد السيد كان كيجي كيتقهوى في ديك القهوه، وكان شافني في ديك القهوه. في الاول كان مجرد نظرات وصافي، فيما كان بغي نسربي ليه شي حاجه كيبقى كيشوف فيا
حيت هو كان عارف لي بلي انايا بنت فلان الفلاني وخت فلان الفلاني، عرفني بلي انايا خت صاحبه. المهم ما كان كيقول لي حتى شي حاجه، ولكن من بعد نهار على نهار رجع كيبغي يمد يدو عليا. ملي كنحط ليه كاس ديال القهوه كيبغي يمد يدو عليا، وانا ما كنتش كنبغي، ولكن ما كنت كنبغي نبين والو. على ودي يتاش غير باش نبقى خدامه في ديك القهوه وما نخرجش، حيت ديك الشهر الاب ديالي كان مزير عليه الحال، وكان خاصني ضروري نبقى خدامه باش نجيب ليه الدواء. المهم بقيت صابره في ديك القهوه، والوقت اللي كيجي ديك الكليان عنا ما كنبغيش نسر بيه غير باش ما نطيحش المشاكل، حيت انا كنت عارفه كيعرف خويا، وكنت عارفه حتى هو جلاخ اكثر منه. المهم كنت كنعطي منه الحيطه والحذر. ايوا هو مني شافني بحال هكذاك، بحال اللي ما عجبوش الحال، ورجع كيبغي يجبد كلامي بالعاني. رجع كيخليني حتى كنقرب نخرج من الخدمه، عاد كيجي كيبقى جالس حتى كنكمل انايا ونزول الطابليه ونجي غاديه لدارنا، وكيجي تابع فيا الطريق كامله كيبقى يزعق عليا. واحد النهار غادي يوقفني في نص ديال الشارع وقال لي بغيت نهضر معاك. انا ديك الساعه درت فيه وما خليت ليش، قلت لي انت واحد الشماته وماشي راجل، قلت لي انت عارف بلي انا يخت فلان وزعما داك صاحبك وانت جالس تابع فيا. المهم ما خليتش ليه ودرت فيه وقلت له انت يا ماشي راجل غير شماته. هو هاد الكلمه هادي عصباتو وما عجبوش الحال، صافي غوت عليه، وهو بالدور ديالو كان طيح لي الهضره قد الجبل، ومن بعدها سمح فيا ومشى. صافي البنات من تما ما بقيتش شتو. انا كملت الخدمه ديالي في ديك القهوه عادي، بقيت خدامه البنات، واللي خدمته كنعاون به الوالدين ديالي، واللي جمعته كنشري به الدواء للاب ديالي ولا كنديه للطبيب. المهم كنت خدامه على راسي وحاطه راسي، علما انا من ديك البنات الحدوديات. واخا كتسمعوني قلت لكم سربايه في القهوه، كنت معقله وداخله سوق راسي ومحترمه راسي، من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه، حتى من المكياج وداك الشيء اللي كيديروا البنات لوجوههم انا ما عمري درته في وجهي. كنت واحد الانسانه اللي مثقفه وداخله سوق راسي، وهمي الوحيد وهو نخدم باش نجيب الدواء للوالد. ايوا صافي بقيت بحال هكذا خدامه على راسي. بالنسبه لصاحب خويا كنت سمعت باللي هو جاتو شي خدمه للغرب وهز راسو ومشى يخدم. انا مني سمعت بحال هكا جاني عجب، قلت حتى هذاك المسالي يخدم، ما نظنش واحد مسالي قبو اشنو غادي تسني منه، واش غادي يخدم ويكون راسو. كنت كنقول بحالو بحال خويا، ما عندهم درع على الخدمه ولا التماره، عندهم غير لسان ماضي. المهم ما نكذبش عليكم ما تسوقتش، بقيت عايشه حياتي عاديه. ايوا في هذيك الفتره كان الاب ديالي شويه كانت الحاله ديالو مره مزيانه مره عيانه. كيف ما كان الحال كان كيقدر يهدر ويتحرك، واخا ما كينوضش على الاقل كاين نوضوه للطواليت ندخلوه نخرجوه. المهم كان شويه، ولكن شهر على شهر عام على عام الحاله ديالو كتسوء، حتى رجع مقعد في الفراش ما كيتحركش نهائيا. رجعت الام ديالي كدير ليه غير ليكوش، كان السكر لعب عليه وكان مشاولو نضر وضرولو الكلاوي. المهم الحاله ديالو ضرات بزاف بسبب ديك السكر اللي لعب عليه. ايوا هنايا فين الزيارات الحاله ديالنا، ورغم ذلك كنا حامدين الله. خواتاتي حتى هما اضطروا يخرجوا من المدرسه ومشاو كيقلبوا على خدمه، وحده كانت دخلت للشركه والثانيه مشات تخدم في الديور. اما انا بقيت خدامه في ديك القهوه لمده ديال 3 سنين، ومن بعدها هزيت راسي ومشيت قلبت على محل ديال البيع والشراء، وبقيت خدامه مع مولاته. كانت الامور ديالنا كلها مزيانه، كنت غاديه مزيانه والحمد لله، ما كان خاصنا حتى شي حاجه. بالنسبه للاخ ديالي ما كان عنده غرض، ما مسوق لا للاب ديالي اللي مريض ولا للمصروف ولا للدار ولا حتى لشي حاجه. عاد هو خاصو نعطيه باش يدور وباش يكمي وباش يعيش الحياه. كان دائما كيوقف لي في النص ديال الشارع، غير كيسمعني تخلصت كيجي ياخذ لي النص ديال الخلصه، كيقول لي عطيني باش ندور. وانا هي كنت كنقول ماشي مشكل، هذا خويا وكبير، ما عندي ما ندير، خاصني نحترمه ونقدروا بلا ما نديروا صداق قدام الاب ديالي. حيت الوالد مني كان كيشوفنا كنتخاصموا ولا كيشوفوا داير علينا العنصريه ما كانش كيعجبو الحال، وكان كيرد لخاطرو. كان دائما كيزافي لي وكيقولوا نوض ولدي تخدم على راسك وبعد على خواتك راهم غير وليات، وانت اللي خاصك تهزني وانت اللي خاصك تخدم عليا. حنا ملي كنا كنشوفوا الاب ديالي بحال هكذاك ما كناش كنبغيو نبينو قدامه، كنا كنقولوا واخا دوز علينا في العظم ما نهضروا ما نطقوا ماشي مشكل. ايوا البنات كنت ملي كنخدم النص ديال الخلصه كيديها خويا
وما تبقى كان كيمشي في المصاريف ديال الدار والدواء. ولكن كيف ما قلت لكم كنا متعاونين انا وخواتاتي، يعني ما كنتش حاسه بالزمان ولا رادعني، كنا غاديين معاه دقه دقه. وخا الاب ديالي مريض والحياه ديالنا غاديه هكاك، كنا عايشين مرتاحين ولله الحمد. خويا ملي كينوض ما كيخليش لينا، ولكن ما كناش كنتسوقوا ليه، خدامين بدراعنا واكلين طريف ديال الخبز. صافي بقينا بحال هكذاك غاديين، حتى لواحد النهار غادي نتلاقى مع واحد الانسان كان يجي قدام ديك المحل، شافني وعجبته وكان طلب لي الرقم ديال التليفون ديالي. وانا ما بغيتش نعطيه الرقم، حيت انا ما كنت ضد ديك الفكره ديال الضحك مع الدراري ولا نهضر مع هذا ونتصاحب مع الاخر. كنت جابده راسي باغي غير نخدم على راسي بالحلال وصافي. ايوا هو منين جا المره الاولى وعجبته طلب لي الرقم ديال التليفون، ولكن انا قلت له اسمح لي خويا انا ماشي ديال الارقام وماشي ديال اللعب، ماشي ديال هاد الهضره كامله. صافي هو رجعت له بالحشومه، حط راسو مشى بحالاته. غبر المده ديال يومين ومن بعدها رجعت قدا علينا شي حوايج. وحتى هاد المره بقى كيشوف فيا، ولكن ما طلب لي لا رقم لا والو، بقى غير كيشوف فيا وحاول يوصل لي شي حاجه بالنظرات ديالو. ولكن انا حسيت به وحطيت راسي وما عطيتوش قيمه وما عطيتهاش فيه نهائيا. هو مني شافني بحال هكذاك غادي يديرني في راسو وبقى غادي جاي عليا. دائما كيجي يتقدم ديك المحل وكيقول لي عافاك اعطيني فرصه، انا باغي نتعرف عليك، انا راه قصدي الزواج ونيتي الحلال، ما باغيش نكذب عليك ولا نضحك عليك. انا مني شفتو انسان وبين فيه ولد الناس قلت نعطيه فرصه ونشوف اشنو باغي. الا كان باغي الزواج والمعقول مرحبا به، وإلا كان باغي غير الضحك والتفليه ما عندي ما ندير به. تقدروا تقولوا حتى انا عجبني وبغيت نعطيه فرصه. قبضت الرقم ديال التليفون ديالي وعطيتها ليه وبقيت كنهضر انا وياه. ومن الاسبوع الاول بان لي ولد الناس انسان محترم راسو ودايها في سوق راسو، ما عمرو طيح مني ولا قلل مني ولا قال لي شي كلمه اللي ما هياش. كان كيتعامل معايا بزاف مزيان وانا عجبني التعامل ديالو بحال هكذاك. وما نكذبش عليكم ملي لقيت ولد الناس حليت ليه قلبي وبقيت كنهضر انا وياه. كان كيقول لي صبري عليا غير نكمل شي خدمه ونجيب الوالدين ديالي ونخطبك. كنت كنقول يا سيدي ماشي مشكل، الوقت اللي جا الخير ينفع. وحتى انا ما مزروبه لا على زواج ولا على علاقه. انا الاب ديالي مريض وها كيفاش وها كيفاش. كان كيقول لي ما تضربي حساب، الا سهل الله وتزوجت بك انا غادي نهز الاب ديالك، انا غادي نقوم به بالدواء ديالو بالمصروف ديالو، ما تهزيش الهم. منين قال لي بحال هكذاك قلت الحمد لله، على الاقل من ربي عطانا واحد خويا مسخوط وما دايهاش في الاب ديالي، ربي غادي يعوض ليه بهذا الانسان اللي لقاني الله به. صافي البنات بقينا بحال هكا. هذه العلاقه ديالي معاه كانت غاديه بحال هكا، كنا كنهضروا غير في التليفون. بقينا نهار على نهار مده ديال 4 شهور، حتى لواحد النهار انا خدامه هو يتصل بيا قال لي راني باغي نجي عندك المحل، واش راكي عاد خدامه؟ قلت ليه راني خدامه وعندنا المحل عامر، ما يمكن ليش دابا لا نهضر معاك ولا نتلاقى معاك. هو قال لي لا ما يمكنش، انا راني توحشتك وباغي نشوفك ضروري، بغيت نهضر معاك. المهم درت انا وياه من مور ما نكمل الخدمه ديالي نتلاقى به. قال لي صافي البنات بقيت خدامه حتى قربت نكمل الخدمه ديالي وكتبت ليه ميساج قلت لي انا راني ساليت. قال لي صافي غير بقيت تما، انا غادي نجي ناخذك على السكوتر ديالي. فعلا كملت الخدمه ديالي، انا كملت هو جا خداني بالسكوتر. كنا بعدنا شويه على المحل، وديك الساعه خويا كان شافني معاه وغادي يدير لي واحد الشوهه، كان خاصم عليا وزعف عليا قدام الناس، ما خلاليش دار لي واحد الشوهه البنات ما نعاودش ليكم عليها. شوهني قدامه حتى من الضرب ضربني قدامه وداني للدار كيخاصم عليا وقدام امي وقدام الوالد ما خلاش ليهم. انا كذبت ونكرت وقلت لهم عمر الشمس ما طلعت، حقا هذاك غير كليان وكان عارفه، وحقا هادي وحقا هادي، وما عمري ركبت معاه. حاولت نكذب ونخبي على الوالدين ديالي غير باش ما ياخدوش مني واحد النظره اللي خايبه، حيت الاب ديالي كان داير فيا الثقه وما بغيتش نكسر ديك الثقه اللي كان دايرها فيا الوالد. المهم نكرت ورديت خويا هو اللي كيكذب. هو ديك الساعه انا عطاني قتلها ديال العصا ومن تما غادي يزير عليا، وبديك الفقسه هذيك وبديك الكذوب اللي كذبت ونكرت غادي يرجعني نخرج من الخدمه. خرجني من الخدمه وجلست في الدار، كنت كنقيل كنبكي وكنبات كنبكي. الاب ديالي كمل ليه الدواء وفرج الشهر ما لقيت باش نشري ليه. كنت سلفت غير على واحد البنت واحد المبلغ باش شريت الاب ديالي الكنينه ديال هذاك الشهر. بالنسبه لخويا ما بغانيش نخدم وما ناضش حتى هو يخدم. صافي بقيت جالسه في الدار كنشقى، وامي ناضت كتقلب على خدمه
ومشات كتخدم. بالنسبه لي انا بقيت في الدار كنجمع الدار وكنخمل، وكذلك كنقابل الاب ديالي. ايوا بقينا لمده ديال عام. ديك السيد كنت كنهضر معاه وكمل الخدمه ديالو وجمع المسائل ديالو وبغى يجي يخطبني، ولكن خويا غادي يعكس وقال لي غير هذاك اللي ما تزوجيش به، حيت عرفو كان عارفو. المهم عكس ليا خويا وما خلانيش نتزوج به. علما جاو الناس وهضروا فيا وبغاوني للحلال، ولكن هو وقف لي في الطريق. ومع الاب ديالي مريض وطارح الفراش ما قدر يقول والو ولا كلمه غير كلمه خويا. هو اللي استولى على الدار ورجع هو الري هو الشوار، وكان غير يصالح. الاب ديالي منين طاحت الصحه ديالو ما بقاش عنده الجهد لا يهضر ولا يعطي الكلمه ديالو في الدار، رجع كيشوف غير بعينيه. ايوا خويا دار ما عليه، رجع كيتعامل معانا لا انا ولا خواتاتي ولا الوالده بحال هذاك الجفاف، داخل يمسح رجليه خارج يمسح رجليه. المهم دوزت واحد العام عذاب، كنت كنقيل كنبكي وكنبات كنبكي، ورغم ذلك كنت صابره وكنقول معليش دابا يجيب الله الفكاك، دابا يسهل عليا الله ونتزوج ونبعد. كنت كنقول يا ربي غير سهل عليا في ولد الناس اللي يهزني من هاد اللي انا عايشاه مع خويا. المهم دوزتها كحلايا البنات، ورغم ذلك كيف ما قلت لكم كنت صابره وحاطه الراس. ايوا غادي نبقاو بحال هكذا حتى النهار اللي غادي نسيق الخبر باللي صاحب خويا رجع للمدينه حنا اللي كنا ساكنين فيها، ورجع خويا كيتلاقى معاه نهار على نهار، حتى لواحد النهار غادي يجيبو عنا للدار. قالك احقا جابو يتقهوى معانا، وانا اللي وجدت ليهم القهوه وانا اللي حطيت. ما نكذبش عليكم في الاول ما كنتش عارفه شكون هاد صاحبو اللي غادي يجيبو عنا للدار، ما عرفتوش حتى دخلت الصينيه ديال اتاي وديال القهوه للصاله فين كانوا جالسين، وعاد غادي نتفاجئ به. ملي عليت عيني ولقيته هو بحال اللي ضربني الضو. هو منين شافني تبسم معايا وحط راسو، اما انايا ما ديتهاش فيه، حمرت فيه وحطيت داكشي اللي قسم الله كلا وشربو، ومن بعدها ناضو خرجوا وانا بقيت في الكوزينه. ملي جا خويا قال لي وديك التحميرات اللي درتي في صاحبي مال دين امك، على هاد الحاله مالكي مشوهاني مالكي هادي، وبقى كيطيح بيا. انا الصراحه ما قلت ليه والو، بقيت غير حاطه راسي ما هدرت ما والو، حيت كنت عارفه الا حليت فمي بشي كلمه غادي نجيبها غير في راسي. صافي ما هدرتش. ايوا هذيك دازت البنات. بقى ديك صاحبو كل مره كيجي عندنا للدار كل مره خيطي بيطي. في الاول خويا كان كيتعامل معنا خايب، ولكن من بعد رجع كيرطب معانا، وبالخصوص انا كان خويا كيتعامل معايا في شكل، ومن بعدها رجع كيتعامل معايا في شكل. السيد رجع كريم وحنين، رجع كيتعامل معايا زوين، كيقول لي يلاه نمشي نشري لك هادي، مره يجيب لي صباط مره يجيب لي بيجامه، وكيقول لي هاكي. انايا كنت كنقول هذا كيفاش وقع ليه ومنين راه كيجيب الفلوس. واحد النهار سولات امي قالت له فلان شتك كريم وشتك جيبك عمر، منين كتجيب هاد الفلوس؟ واش راك خدام واش هادي؟ حيت خويا ما عمرو خدم، كان غير كيبريكولي وصافي. ايوا هو يقول لها واه امي راني خدام، راني بديت الخدمه مع صاحبي حقا دار مشروع وراه خدمني معاه. انا هنايا عرفت باللي صاحبو مطمعو كيعطيه الفلوس، حسيت بيها ولكن ما ديت ما جبت. قلت لا ربما خويا غير مني ما كانش عنده الخدمه وكان كيتعامل معنا هكذاك، دابا منين راه خدام على راسو غادي يحس بالمسؤوليه وغادي يهزنا ويهز الوالد. بيني وبينكم حاولت نكذب راسي ونطيق عينيا. ايوا يا البنات كان كل مره كيجيب لي حاجه وانا ما كنت فاهمه والو. ايوا غادي نبقاو على هاد الحال، بقينا غاديين في الايام والاشهر، حتى لواحد النهار خويا غادي يعرض عليا قال لي فلانه. قلت ليه نعم. قال لي بغيتك تمشي معايا لواحد البلاصه. قلت ليه فين؟ قال لي غير الله ما تسولي ما والو. صافي انايا ما عرفتش، قلت انا يا خويا باغي يديني فين غادي يديني وكيفاش وقع ليه. بيني وبينكم ضندرت في الاول، ولكن ملي قالت لي نوضي سيري مع خوك لربما باغي يجيبك شي حاجه ولا يوريك شي حاجه، قالت لي سيري. قلت لها لا لا يا ام هاد خويا ما باين ليش فيه، شتو حنان بلا قياس ورجعت المعامله ديالو هاد الاشهر الاخرى في شي شكل انا ما بان ليش فيه. قالت لي نعلي عليك الشيطان ونوضي، هذا راه خوك كيف ما كان الحال يسرطك وما يمضاكش. صافي انا منين لقيته بحال هكداك نط لبست حوايجي وغادي نمشي معاه. مشينا البنات ركبنا في واحد الطاكسي وبقينا غاديين. هنا يحبس ليه اللي يحبس. سولته قلت له خويا فين غادي بيا؟ قال لي بلا ما تسولي احنا قربنا. فعلا سكت ما سولتش فيه، بقينا غاديين. هنا يحبس ليه يحبس، هنا يحبس ليه يحبس، حتى وصلنا. منين دخلنا لواحد البلاصه جايه تحت الارض، نقول لكم بحال لاكاف. قلت لي خويا شنو هذا؟ قال لي غير زيدي وسكتي. منين دخلنا البنات
غادي نلقى صاحبه فاتح بار في ديك البلاصه، شارك هو واحد السيد وكيسربيو تما الشراب وجامعين عليهم البنات والدراري. بقيت انا كنشوف ديك الشيء ما عجبنيش. خويا قال لي عرفتي شنو؟ قلت لي شنو؟ قال لي راكي انت غتبداي الخدمه مع صاحبي الفلاني في هاد البلاصه. قلت له كيفاش؟ قال لي كيف ما كتسمعي، ياكي شحال هادي كنتي خدامه كتسربي في قهوه، حتى دابا غادي تسربي هنايا. قلت ليه اشنو؟ قال لي كيف سمعتي، ها البنات خويا داني عند صاحبه نخدم معاه في ديك البلاصه القبيحه ونسربي الشراب. قال لي خصك تخدمي هنايا. منين ما بغيتش وقلت ليه اش هالهضره كتقول، واش انت حمق؟ قلت ليه اش الديات فيك؟ قلت له دابا انت راجل تجيب اختك طمع فيها تسربي لك الشراب على الدراري وتخدم مع واحد صاحبك اللي قبح منك ديوتي. قلت لي واش انت يا راجل ولا شماته؟ منين قلت لي بحال هكداك غادي يضربني بالسقله قدامهم. قال لي اسكتي ولا نبلع امك فمك بواحد الديريكت. وانا ديك الساعه بقيت كنسب فيه وما كنخليش ليه. هو بقى كيزعف وكيضرب فيا، ضربني قدام صاحبه وقال لي بزز منك غادي تخدمي، وتما البنات غادي يعطبني الطابليه. قال لي غادي تخدمي هنا وتعاوني معايا. انا قعدني الزمان. قلت لي اخويا انا كنت خدامه وبعرق كتافي وانت هي اللي خرجتيني من خدمتك. قال لي سكتي يا العاهره، انت كنتي مع داك وداك وداك. وبقى حطي في الدواسه قدام صاحبه وانا ما درت حتى شي حاجه، غير ظلم عليا وكذب عليا ونزل عليا الباطل. وعلاش؟ غير باش نخدم مع صاحبه، لحيت صاحبه كان مهلي فيه. هاد صاحبه ماشي ديك البلاصه ديالو، كان شرك مع شي واحد وكان خدام فيها. انا مع مرور الايام غادي نعرف بلي حتى خويا خدام تما. خويا الخدمه ديالو هو كيجيب ليه البياس لديك البلاصه، كيجيب ليه البنات والدراري باش كيشطحوا ويغنيو ويديروا الحوايج الخايبه. وانايا طمع فيا حتى انا نمشي نخدم معاه. واش البنات؟ واش هذا اخ اللي يطلب من اختو تخدم في ديك البلاصه وتسربي الشراب على الدراري؟ واش هذا اخ؟ واش هذا راجل؟ واش هذا انسان مزيان؟ ديوتي الله ياخد فيه الحق. عطاني قتله ديك الساعه، ومنين ما بغيتش غادي يلبسني الطابليه وغادي يقول لي تسربي دابا الشراب وتخدمي وتعاوني معايا. راه صاحبي قال لي نعطيك ونعطيك، وهذاك صاحبه بالعاني دار لي هكا غير باش يدلني قدامه. انا يا ما بغيتش وكليت الدق، ورغم ذلك رجعني نسربي هذاك النهار على صاحبه الشراب. وصاحبه كيضحك وحتى هو كيضحك وكيقولوا ياك هاني جبتها لك، ها هي خدامه، وكيضحكوا بيناتهم وانا الدموع على قفاهم بعينيا. دوزت ساعه تما بحال اللي دوزتها في الجحيم. ومن بعدها غادي نشد طاكسي ورجعت للدار. رجعت غير كنبكي، بقيت كنضرب في راسي وكنغوت، وعاودت للام ديالي كل شيء. امي ما عجبهاش الحال وتعصبات وبقات كتغوت وكتضرب في راسها. اما الاب ديالي مني سمع هاد الهضره الدنيا دارت به، ما قدر لا يهضر ولا ينطق. يومين هو يا ما كياكل ما كيشرب. انا مني شفت بحال هكذاك القضيه نط هزيت حوايجي ومشيت غضبت عند واحد خالتي كانت ساكنه في مكناس. مشيت للبنات جلست عندها 3 ايام، وجا خويا كيقلب عليا ما خلى فين كيقلب عليا. هذاك النهار اللي لقاني فيه عطاني قتله ديال العصا، ضربني وتكرفس عليا وداني للدار بالسيف عليا، وقال لي تخدمي في ديك البلاصه اللي قلت لك عليها ولا هزي حوايجك وخرجي ما تبقايش دقيقه في هاد الدار. خويا دوز عليا العذاب، انا ما بغيتش نخدم واضطريت نهز راسي ومشيت سافرت بعدت المدينه. ودابا هادي عام باش بعدت على والديا، لا امي شتها ولا الاب ديالي شتو. خويا حال فيا باغي يقتلني حيت عيا ما يقلب وما لقانيش. انا دابا خدامه غير في الديور عند الناس، كان نخدم بالحلال، خدامه بعرق كتافي وما بغيتش ندير الحرام، ما بغيتش نمشي لديك البلاصه. هربت من دارنا عفطوع خويا باش ما يخدمنيش في ديك البلاصه مع صاحبه. انا عارفه صاحبه هو السبب، هو اللي تسبب لي في هادشي، الله ياخد فيه الحق. غير حيت كنت رفضته ودرت فيه وما خليتش ليه. ها هو دابا شتني على دارنا، بعدني على ميمتي وعلى الاب ديالي اللي مريض. توحشتهم وبغيت غير نشوفهم، ولكن خويا ما كيبوجيش، ما كيبعدش الدار غير في طوعي انا باش ما نرجعش عندهم. كيقول لهم الا رجعت نقتلها. خويا باغيني نمشي عند صاحبه ونخدم في ديك البلاصه الخايبه ونسربي الشراب باش يربح من موراي الفلوس ويخدم على ظهري. دابا البنات غير قولوا لي شنو ندير وكيفاش نتصرف؟ راني عليت ومليت، تمنيت ربي لاقيني غير ولد الناس نتزوج ونعمر على راسي وندير الحلال، ما بغيتش نطيح في الحرام. كيفاش ندير وكيفاش نتصرف؟ خايفه نرجع للدار ونطيح في المشاكل مع خويا، وخايفه نبقى بعيده
والاب ديالي يموت قبل ما نشوفه. ما عرفتش كيفاش ندير. كنتمنى منكم تنصحوني وتقولوا لي شنو هو الحل في هذه المشكله اللي انا فيها. الله يجازيكم بالخير. وهذا ما كاين، وهذه هي حكايتي. شكرا لكم والسلام عليكم.